هل تعلم لماذا طرد الله تعالى الثعبان وطائر الطاووس من الجنة؟ سبحان الله. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هل كنت تعرف أن الحية والطاووس طرد من الجنة؟ أو لماذا طردوا؟ هيا لنعرف معا قصة طردهم من الجنة. الطاووس الأزرق يعيش في الهند ويعتبر طائرا وطنيا هناك، وأن رمزا في وسط العلم الهندي يرمز للطاووس الأزرق، ولأنه يمتاز بمظهر ملكي. الطاووس الهندي هو من أفضل الأنواع، ويبلغ حجم الذكر حجم الديك الرومي، وله عنق وصدر بلون أزرق مخضر معدني، وله صف طويل من الريش الأخضر المخطط. وفي كثير من البلاد تأتي الأفواج السياحية لزيارة الطاووس نتيجة لجماله الخلاب. وفي الماضي كان الطاووس يزين حدائق روما القديمة والكثير من لوحات المسيحيين، ويفضل الطاووس أن يتغذى على الثعابين والفراشات، ويعتبر أيضا الطاووس رمزا من رموز التصوف. والآن هيا نعرف ما سبب طرد هذا الطائر الجميل والحي من الجنة، وكما هو مذكور في الكتب المقدسة التوراة والإنجيل والقرآن أن الطاووس هو من ساعد إبليس على الدخول للجنة، ودله على الشجرة الملعونة التي أكل منها سيدنا آدم، وكانت سببا في خروجه من الجنة. أما الحية وكانت لها قوائم كقوائم البعير، دخل إبليس إلى جوفها ليغري آدم بهذه الشجرة، فغضب الله على الحية وألقى عنها قوائمها. وكما ذكر أن إبليس لما أراد الدخول إلى الجنة وقف على بابها 300 عام، ولما رأى الطاووس طلب منه أن يدخله الجنة، وأخبره الطاووس أنه سيدله على من يساعده، وكانت الحية هي من ساعدته. دخل إبليس إلى الجنة في جوفها، وكانت الحية آنذاك خادمة لآدم عليه السلام، فخانته ومكنت منه عدوه، ودخل إبليس في جوفها وأغرى آدم وحواء. ولما أكل من الشجرة طرد الله تعالى من الجنة آدم وحواء والشيطان والطاووس والحية بعد أن أزل عنها قوائمها وجعل رزقها التراب. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.